الفريق الضيف لاننا نلعب على سيف الحراسه وانطلقا هناك خطير بابا يوسف بلايلي ولا رائع انت يا عيسى مندي واروع هنالك يا بلايلي. الكرة في الخلف ركنية دفاع يخرجها مباشرة في التماس لرياض وللمنتخب الجزائري. بأن نطلب منهم كرة في العمق من كرتك مع الترجي والمنتخب الجزائري. كرة بعيدة خطيرة عيسى مندي لا رائع الكرة هذه عيسى في القائمة الثانية كاد يلحق تردد شوية لو لم يتردد للحق هذه الكرة بشكل أكبر في اللحظات الأخيرة. تمارس باتريك ماتاسي الهشاشة التي تبدو على عناصر استلم أبو نجاح ورياض ونجاح راح ونجاح دخل الحكم ماذا قال داخل منطقة العمليات يا سيدي الحكم؟ البطاقة الصفراء للمدافع بود عمر. هل ألم يكن داخل منطقة العمليات يا سيدي؟ هناك كرة شوف الإعادة مرة ثانية تسترجع بضغط من رياض راحت لبو نجاح توغل بو نجاح. رياض يستعد الحكم يأذن رياض يتقدم رياض يسدد الكرة في الركنية ثالثة لصالح المنتخب الجزائري. لو كانت في اتجاه الرؤوس كان ممكن تكون أفضل يا رياض. الزاوية الانطلاق على الجهة اليسرى ماسيكا تغطية دفاعية من مندي من بو نجاح بالراس هيدا من بو نجاح راح سفيان يلعبها جول وتسديدة بابا يوسف البلايلي يسدد كرة سفيان والحارس يصد كاد ياتي الجول ونياما انطلق كرة هاي العطال. لا يا يوسف انت امام ونياما تاتي الكرة هايلة من بو نجاح لسفيان ومن سفيان ليوسف. يوسف سددها على طول سفيان ورياض. سفيان مثلا عنده الكرة وخطأ يقول حكم المباراة. ألا يوجد شوية في التموقع وفي المساندة وفي السرعة شوية وفي الرتم اتصور يوسف البلايلي تمكن من التخلص هنا من اوجينو وسفيان فغولي هنا من امام وانياما يستفيد من خطا قوته البنيه البدنيه القويه اللي سفيان فغولي تصنع الفارق. حدث وكذلك بن ناصر رياض بابا صعبه مرت ببضع سنتيمترات هذه الكره مرت سلامات على الحارس. شوف القوه كاد ياتي الجول من كرة ثابتة. لو لم تضرب فيك شكون انت سفيان؟ هذا لما في سفيان وتغير اتجاه. لا نقترب من الدقيقة 30 مشاهد فيها راح ونجاح يا سفيان راح سفيان رياض مازال رياض والدفاع يتدخل رجعت عدلان قديور بلايلي بعيد عليه الكرة عدلان قديور بلايلي بعيد عليه الكرة وفاو مرة سلامات 13 دقيقة بقات على نهاية الشوط الأول. حاول يمر هنا رياض من أمام شكل عطال دخل عطال راح عطال مازال عطال ضربة جزاء وضربة جزاء يا سيدي الحكم. فعلها في أول لعبة وفي أول هربة في أول دخلة وفي أول محاولة هجومية. يوسف عطال يتحسر على ضربة جزاء والحكم محمد كايتا ينتظر. طبعا ليس هناك تقنية الفار تقال في أول هربة وأول توغل دخل أعطيله بضربة جزاء صريحة وصحيحة ليوسف عطال وللمنتخب الجزائري. هاي قوتك يا بغداد بغداد يا ابو نجاح ينجح في هز الشباك وتسجيل اول اهداف مع المنتخب الجزائري بمعدل هدف في كل مباراتين. يحق لك ان ترقص واحنا نسبقوا لك ونغنيوا لك كذلك. هاي اللعبه نتاع يوسف عطال والتوغل ولكن الولد هذا لا يصبر. يجب ان تتعلم الصبر في الكره. حد عنده الكره الان رياض وش لاعبين امامه رياض خطوره العب يا بغداد والحكم ماذا قال؟ لا ضرب
طاحوا اثنين. رياض في الكرة الماضية في الكرة هذه، شوف المراقبة الأولى هذه، نشوفوا هذه التوزيع. عطال التسديدة مرت سلامات زائري. العرقلة واضحة والبطاقة الصفراء لو أخرجها تكون مستحقة. نعم يا رياض، كانت ستكون مستحقة لفيكتور وانياما وسط ميدان. أعطي شوية صوت الجمال بالماضي يا أيها الحارس. يوسف بلايلي يرفع كرة بعيدة، دخل اسماعيل، يراوغ اسماعيل، يلعب على يوسف بلايلي. اسماعيل بن ناصر، كرة خطيرة، اسماعيل بن ناصر، جول وجول وجول يا رياض، جول يسوي هدف يا رياض. ضربة رائعة من يوسف بلايلي يلعبها مع اسماعيل بن ناصر صغيرنا لكبيرنا رياض الذي ياتي وبيسرى يحطها في الجول. شوف اسماعيل ماذا فعل، راوغ ومرر، توقف ثم استلم، دخل فوزع رياض بيسرى، ضربت في المدافع ودخلت جول. شكرا يا عمار يا عبود على هذه الكرة التي ادخلتها. كرة رياض راحت في الجول، هدف ثاني 47 مباراة. هذا هو افضل سيناريو، سجل هدف اول ثم ياتيك الثاني. ناصر يسترجعها، يلعبها مع بغداد، ترجع لاسماعيل، بغداد واسماعيل، تدخل قوي من امام اسماعيل بن ناصر منذ انطلاقة الشوط الثاني. راح رياض، سقط بغداد، رياض دي سفيان بابا رائعة. اللاعب اومندي رويس خرج الكرة، توصل لبغداد بنجاح، يراقب كلوب اولونجا، الكرة في العمق، حذري الكرة تخرج بالركنية. هذه في اتجاه تيمبي ماسيكا، رائعة جدا من هنالك من عيسى مندي، يخرج الكرة في الركنية، ونفذ الركنية، حذري يا رويس، الكرة راحت سلامات. يا عطال يا مندي، رائع في التغطية عيسى مندي، يخرجها للتماس، يغطي في عطال بشكل رائع عيسى مندي هنا. يا يوسف يا عطال، كرة خطيرة، التوزيع، رايس يسترجع هذه الكرة رئيس وهب الدولح بدني كذلك، لأنه اليوم من عناصر المنتخب الجزائري أظهرت قدرات بدنية، لأنه دورات مثل هذه والصراعات وحتى عدم رضا جمال على بعض الأمور أيضا جميل وجميل جدا، لأن المنتخب. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. عشاق المنتخب الوطني الجزائري، أهلا وسهلا بكم هنا في هذا الفيديو حول التشكيلة المرتقبة والتي سوف يبدأ بها المدرب جمال بالماضي. أول مباراة في كأس إفريقيا، الجزائر وأنغولا. في حراسة المرمى تواجد الحارس ماندريا، حارس في المستوى المطلوب. في الدفاع الظهير الأيمن يوسف عطال، الظهير الأيسر ريان أيت نوري، قلب الدفاع الأول رامي بن سبعيني، وقلب الدفاع الثاني عيسى ماندي. في الوسط نجد زروقي وإسماعيل بن ناصر، فارس الشعيبي. في الهجوم رياض محرز، أمين قويري، وإسلام سليماني. منتخب أنغولا منتخب لا يستهان به كذلك، فواجب الاحتياط من هذه المنتخبات. هذه المباراة يجب تحقيق 3 نقاط وتكون مفتاح التأهل. كل التوفيق للمنتخب الوطني الجزائري.